النادي الاهلي. أهلا بكل أحبائي الأهلوية في كل مكان وصواريخ حمراء جديدة. السوبر المصري السعودي والمطبلاتية في مولد سيدي العريان. طبعا كلنا تابعنا ما أثير بشأن مباراة السوبر المصري السعودي، وأعتقد إن أي كلام زيادة في هذا الموضوع هيبقى دمه تقيل قوي. لكن احنا بنتكلم عن نوعية من البشر بتتحين مثل هذه المواقف عشان تكسب بونت من المزايدة على الأهلي. والناس دي عادة إما مش أهلوية وبيكرهوا النادي نفسه، أو أهلوية لكن مش على وفاق مع الإدارة وما بيصدقوا يمسكوا فرصة. البهوات دي خرجت في مولد سيدي العريان عشان تجامل صاحبنا إياه اللي كلكم عارفينه، وقال إيه؟ جايين يعطوا الأهلي دروس الوطنية. والمضحك والمفضوح إن كلامهم كله كان واحد، واستخدموا نفس العبارات التخينة اللي لازم يتحشر فيها ألفاظ من نوعية الحفاظ على الروابط وتدعيم الأواصر وتقوية الوشائج إلى آخر قاموس التهليل في علم التطبيق. الناس دي الظاهر عايزين اللي يفكرهم بتاريخ الأهلي اللي تأسس بالأصل لأسباب وطنية بحتة. واقروا التاريخ يا بشر. المدهش إنه في الوقت اللي بنقول بلاش سياسة في الرياضة، دلوقتي تسييس مباراة ودية بقى حلال وجائز. لكن مين بقى اللي خرج في مولد سيدي العريان؟ هم الخمسة اللي هتشوفوهم في الفيديو ده. أنا زملكاوي، وحياة النعمة دي أنا زملكاوي. استاذ ابو المعاطي زكي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ناصر، وحج مبرور وذنب مغفور. وبنشكر المستشار تركي آل الشيخ وجلاله الملك على استقبالهم لينا وضيافتهم لينا، وهذا شرف كبير لنا ان نكون في ضيافه جلاله الملك سلمان بن العزيز بدعوه كريمه من المستشار تركي آل الشيخ. Cucuawa, cucuawa, cucucucua. Cucuawa, cucuawa, cucucucua. في أسطورة اسمه النادي الاهلي. اللي شفتوهم حضراتكم في الفيديو ده بنقول لهم لو عاوزين تطبلوا لسيدكم روحوا طبلوا براحتكم، لكن الأهلي هو سيدكم وتاج راسكم كمان. المهم اللي يطبل يروح يطبل بعيد عن الأهلي العظيم ورموزه وجماهيره، واللي عاوز يطبل عشان تجيله دعوة حج ولا ساعة رولكس ولا مبلغ يتحط له في حسابه البنكي يروح يشتري طبلة ويلف بيها ويقول اللي هو عاوزه. وأنا من عندي بهديهم الكلمات اللي ممكن يغنوها على الطبلة. جوال في البلاد جوال، وهغني وطبل للشوال. أصلنا عديم المبدأ وكل يوم على حال. أطبل وارقص وغني وابقى قرد بسديري، وابوس الأيادي واحبي ودادي، بس أشم المال وعجبي. في أسطورة اسمه النادي الاهلي. الأهلي يتصدى بقوة لفوضى التحكيم، وكوكو والشماشرجي مسكوا الطبلة. كلنا شفنا الخطايا التحكيمية اللي تعرض فيها الأهلي في بداية الدوري من قبل المدعو جهاد جريشة اللي ألغى هدف صحيح 100% للأهلي في مباراة الإسماعيلي، وخرج الأهلي متعادل وفقد أول نقطتين. ومن بعده شفنا الأداء المفضوح للحكم إبراهيم نور الدين في مباراة الإنتاج، وشفنا إزاي كان الاستهبال والاستغفال على حق
لما تجاهل نور الدين احتساب ضربة جزاء ولا أوضح لصالح أزارو، وتجاهلها أيضا الحكم الخامس اللي حسسنا إن شغلته في الملعب بررم. بعدها يلغي نور الدين هدف صحيح 100% استجابة لراية المساعد اللي المفروض هو كمان يسيب مهنته ويروح يشتغل خيال مآتي. طيب ايه ردة فعل لجنة الحكام؟ خرج كالعادة رئيس اللجنة يتعنطر ويتكلم بنفس نبرة التعالي ويرد على الكابتن سيد عبد الحفيظ. هي عموما عادته ومش هيشتريها. في النهاية لحفظ ماء الوجه تم إيقاف إبراهيم نور الدين، لكن أنا بسأل سؤال، الأهلي بقى كسب إيه؟ المهم جاء رد الأهلي قويا، وبعد اجتماع أصدر بيانه حفاظا على حقوق النادي. طبعا بمجرد صدور البيان خرجت فرقة حلق حوش بقيادة الشماشرجي وكوكو. اولا كوكو بيقول لك مش كل حكم هيغلط، هنهدد بالانسحاب. طيب وايه اخبار حنفي رئيس ناديك اللي بينام الليل ويقوم مفزوع عشان يعلن انسحابه؟ اما الشماشرجي اللي كان بيطبل وهو بره حظيرة سيده مش هيطبل وهو جواها وبيلهى 2 مليون شهريا، لا ده يطبل ويمسك شخاليل كمان. الشماشرجي بيقول ان هذا لا يليق بالاهلي، والبيان قاسي ومش قاسي. يا اخي هو انت ما بتتوبش؟ هو انت ناسي قلة الادب وطول اللسان من الجعجاع اللي كنت بتنافقه وبتخاف منه؟ ايه بقى المطلوب من الاهلي؟ نادي بيدور على حقوقه بشكل محترم وراقي وقانوني واحترافي، ولا انتوا ما ينفعش معاكم غير الجعجعة والصوت العالي؟ البيان واضح جدا ومش محتاج لشغل الدروشة اللي رجعنا لورا طول السنين اللي فاتت. وفي النهاية انا بهدي فرقة حلق حوش الكلمات الآتية: يا ساكت على الجعجاع وعامل له 1000 حساب، يشتم أو يسب كلامه حكم والهوى غلاب، ولو مرة الأصيل طالب بحقه يلاقي غنم، مبادئهم في لحظة بتتغير ولو بنص كيلو كباب. وعجبني في أسطورة اسمه النادي الأهلي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.